السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا في صحه جيده. واخيرا قولي لي مبروك عليك وجدتي الصفوف، واخا معطل. المهم الحمد لله سهل ربي فيه ووجدته. المهم غادي نوريكم بطبيعه الحال كلشي كيعرف يعدل الصفوف، ما كاينش شي واحد اللي ما كيعرفش يعدلو. انا غادي نوريكم بالطريقه ديالي اللي كنعملو انا. هو في نفس الوقت صحي وفي واحد المكون ماشي صحي. المهم اغلبيه انا ما كنهدكوش. المهم اول حاجه كتعملوا كتغسلوا الجنجلال ديالكم، كتشمشوه، كتنقيوه. اللوز اللي غادي تعملوه بالقشور حتى هو كيتغسل، وكتعملوه في الفران يتحمر على عافيه مهيله. المهم كتوجدوا كلشي ديالكم بشويه بشويه، وبسم الله على بركه الله. غادي نبداو بالمقادير والطريقه كيف كنعمل انا ان شاء الله يا ربي. نتمنى المهم الطريقه ديالي تعجبكم ان شاء الله. واخا غادي ننزل فيديو معطله، ولكن ما عندي ما نعمل. وكلشي على داك المهرز. المهرز، هذا المهرز عرفتوا شحال عنده مسنه؟ والله ما نعرف شحال عنده مسنه. هذا مسكينه الوالده عطاتو، الله يطول لها في العمر يا ربي الحبيب، هي والوالد، ويخلي لهم الصحه ديالهم. وتنتوما الله يطول في العمر الوالدين ديالكم، وربي يخليهم لكم، واللي ماتوا الله يرحمهم ويغفر لهم في هاد العواشر ان شاء الله يا ربي الحبيب. كنت هنا كنسجل وكنقول للوالده احتفظ لي بديك السبيره د الطوس الحر القديم، هي باقا عندها هي الطيسان ديالها. تنهبط هاد المره ان شاء الله يا ربي الحبيب. وغادي نطلعها عاود. التصورات عرفتوا الحاجه القديمه سبحان الله والله ما تجبر. دابا بحال هاد المراس ما تجبروش، تجبر المراس ولكن ماشي بهاد هاد هاد الجوده هديه. وحتى ديك السبيره د الحريره د الطاوس، الطباصل د الطاوس ديك القدامين. انا كان اول مره ملي كان يلا كيتباع كان الوالد مسكين كيعجبو يشري القشوع. وحتى هي يما مسكينه، انا كنقول يما ما كنقولش ماما، يما وبابا كيعجبهم يشريو قشوع. وديك الطباصل الطوس الحر، ديك الحمار وديك الزراق فاين ومدامه. ايوا الله يخلي لكم صحتكم، هادشي اللي نقولوا، وربي يخلي لكم نتوما ديالكم. نرجعوا للمضمون. بالنسبه للمضمون ديال الصفوف، انا عندي هنا 2 كيلو ديال الطحين، ولكن ماشي الطحين بوحديته. عندي 8 كيلو ديال الطحين د الشوفان. الشوفان كاين الطحين كيتباع مطحون، وكاين كتجيبو كيتباع داك الحبوب ديالو، يعني كيتباع داك حبوب. كتجيبو كتحمصو في الطنجره الساعه العافيه مهيله، وكطحنوه وكتغربلوه. وعندي 8 كيلو ديال الطحين ابيض الفرص عادي. انا كنت غنعملو كامل قمح وشوفان، ولكن بغيت ندخل فيه شويه د الابيض. وعندي تما كيلو ديال الطحين ديال القمح انتغرال. المهم محمص، كل حاجه محمصه بوحديتها، مغربلين، العافيه مهيله. واخا صراحه الله اصعب حاجه هي التحميص د الطحين. الكوزينه كيفاش كترجع مغبره وكيعاوش بر الوقت بزاف. واخا انا زعما حمرته في الفران ديال الغاز، والصينيه وتبارك الله كبيبه عندي الفران، ولكن تماره سعداتكم الناس المغرب عندكم فران الزنقه كتمشيو تسردوا ليلو. والله العظيم الا سعداتكم بالفران د الزنقه، وسعداتكم بالمواكل اللي خاصين تما د العطاره كتعبيو لي قامه كيطحن لكم الصفوف يخلطوا لكم، كتجيبوا الصفوف ديالكم مطحون مخلط. هاد المهرس ما قلتلكمش شنو عندي فيه. هاد المهرس دقيت فيه الملح ديك الروس الوردي، ديك الملح ديال الهيمالايا، هذيك كتكون صحيه شويه. المهم ملح ضروري تعدلوها في الصوف ديالكم، غير شويه ماشي بزاف. انا دقيتها، كاين اللي كيسخن الزيت ويذوبها فيها، انا المهم دقيتها في المرات حيت كتجي شويه. واخا عندي كتطحن في داك القجر اللي كتجي فيه، ولكن كيهبطوا الحبوب شويه غلاطين، وكان عليا لازم ندوقها. دقيتها في المهرس. المهم حضرت الطابع القديم في الصفوف، دخلت المهم شي حاجه عريقه في الصفوف. هذا عندي السكر، هذا السكر ماشي الجنجلان، ماشي لوز، ما حتى شي حاجه. هذا السكر الاسمر ديال بانيلا، هذا صحي، كنصحكم تستعملوه.
انا هذه سنين وانا كنستعمله في الدار ديالي، كنعدل به الصفوف، كنلقم به اتاي، كنعدل به الحلوى، كنعدل هو هاد الماركه هديه. وكاين ماركات اخرين لومبالاج ديالها كيكون هذاك، ولكن الاسم ديالو بانيلا. الناس هنا اللي ساكنين هنايا، هذا شريته، هاد الماركه هادي شريتها من البلوس. عندهم الثمن هما شويه زايد عليه، ولكن هي هذاك الا جيت نضرب المازوت اللي غادي نمشي نجيبو موطع اخر غادي طيح هي هذاك. المهم شريتو من هنايا، كنصحكم به تعدلوه في الصفوف، واخا ما تلقموش به ولكن عدلوه في الصفوف ماشي حلو، وحتى المذاق ديالو كيجيني انا فحال شي عسل. المهم مزيون ماشي حلو بزاف. عملت تما كيلو وطحنته، حيت كيجي شويه الحبيبات ديالو شويه كبيبرين غادي يبقاو يهدكوا في السنان. انا طحنته تما عندي كيلو، طحنت كيلو. في الاول غادي نعمل النص ومن بعد نشوف. عندي هنا تما في 3 معالق ديال القرفه مطحونه ومغربله. من الاحسن يكون هادشي الا كان توفرتوا عليه بلدي، عندك النافع وحبه حلاوه والقرفه، اذا كان عندكم داكشي بلدي من الاحسن. ما كانش يقدروا فحالنا كما كنعملوا حنايا. عندي تما 3 معالق ديال النافع مصهط ومطحون ومغربل، وجوج معالق ديال حبه حلاوه مصهطه، غير مصهطه ماشي محمره، ومطحون ومغربل، و4 معالق ديال الإيلان مغسول ومشمش ومحمر في طنجرة الساعة ومطحون ومغربل. إيلان ضروري تغربلوه، حيت واخا كيتطحن كيبقى فحال هو قاصح بزاف بحال الحجره، ضروري خصو يتغربل وراه صحي بزاف. عندي تما الطاسه مع مراشي ديال الكتان فيها اختلاف الراي، انا ما ندخلش في هادشي د الطيب. انا ملي فتحت عيني كنعرف الوالده كتعمل الصوف كتعمل فيه الكتان، ما كنا كنسمعوا لا تسمم لا سموم لا حتى شي حاجه. المهم داكشي كيبقى كل واحد والراي ديالو، اللي بغى يعملو اللي بغى يستغنى عليه يستغنى عليه. عندي تما طاسه مع مراشي منقيه بطبيعه الحال، وصهدتها واحد شويه في الفران ولا في المقله، صهدوها وطحنوها مزيان. عندي تما كيلو ونص ديال الجنجلان مغسول منقي مشمش محمص على عافيه مهيله باش كيتحمر، وما تفوتوش فيه ما تحمروهش بزاف حتى يطلق لكم ديك المروره. وملي كتحمروه كطحنوه هيداك سخون باش كيطلق لكم الزيت، باش كيطلق الزيوت ديالو كيجي لكم بحال هذا الشكل هذا. عندي تما كيلو ونص كيلو خليته هرمشتو واحد شويه، غير هرمشتو ماشي طحنتو 100% باش نزيدو هذاك في الاخر. وعندي هنايا كيلو ديال اللوز بالقشره ديالو مغسول ومحمر في الفران على عافيه مهيله تتحمر حتى كتحسوا به تحمر من الداخل، ما تفوتوش عاو فيه التحمير، وكطحنوه هيداك سخون باش كيطلق الزيوت ديالو. وكيلو اخر فسختو يعني سلقتو قشرتو ودهنتو بشويه زيت وحمرتو في الفران على عافيه مهيله على 160 درجه حتى 155 درجه، مشعل من تحت ومن فوق، تحمر على الخطا ديالو كانه مقلي في الزيت. انا ما كنقليش اللوز ديالي ما كنقليش في الصوف نهائيا. هذا عندي زيت الزيتون، ها هو دا الجنجلان هذا اللي قلت لكم نص كيلو خليته محيد، هرمشتو غير شويه بقاو فيه بعض الحبوب باش يجي ديك القرميشه ديالو في السنان. واللوز كيلو د اللوز اخر اللي غادي نقشرو، هذا كيسمى باقا عاد باش نقشرو. كنت باقا ما قشرته، يعني كنت حتى نقشرو عاد ندهنو بشويه زيت ونحمرو عاد كنهرمشو. المهم هذاك حتى لغدا عاد نكمل المهمه ديالو، حيت عرفتوا شنو كاين، انا هاد الصوف هذا ما كنخلطوش مره واحده، غادي نخلط هاد المكونات اللي كاينه وغادي نخلي ما عدا الزيت غادي نعمل غير شويه كميه قليله، غادي نخلي الجنجله اللي محمص اللي مهرمش، واللوز اللي غادي نعاد نقشرو ديك كيلو د اللوز اللي حيد اللي غادي نخليه كيسمى اللي غادي نفسخو وغادي نحمرو في الفران بحال اللي غنقليه. هادوك بجوج غادي نخليهم حتى لغدا ان شاء الله. علاش؟ باش الصفوف ديالنا كيطلق الزيوت ديالو كيطلق المهم كيتخلط داكشي مزيان بحال اللي كيتخمر. هنايا المهم غتشبروا واحد البانيو، غادي نضيف المواد الناشفه النواشف اللي ناشفه كامله بالملح بإلا بالنافع بحبه حلاوه بالقرفه، غادي نخلطها مزيان. هذه الملح ما كتعملوش كميه كبيره، كتعملوها شويه
وغادي نخلط هاد والسكر. دابا غادي نعمل غير كيلو تقريبا، ماشي كيلو، غنعمل غير نص كيلو، وقلت حتى نخلط ونقيس ونشوف. ساعه في الاخير عملت زديته كامل كيلو كامل، عبالي هاد الكميه كامله عبات لي كيلو نيشان، جاني هو هذاك في المذاق، ماشي حلو ماشي مسوس. كيبقى على الحلاوه كل واحد، واللي بغى يعمل سكر كلاصي كيبقى الاختيار ليلو. العسل ما كنصحكمش تعملوها في الصوف ديالكم الصراحه الله، الا ما كانتش العسل حره 100% والنوعيه الجيده، يعني ماشي العسل دهنايا، خلينا من دهنايا اللي كيقولوا النوعيه الجيده الحره، العسل الحره ديال المغرب ديك اللي حره بحال هذوك واخا تعملوها. اما الا كان غير العسل عاديه بلا الواحد ما يعدل، لان اصلا مع المده العسل كتنشف دغيا، كيتكور وكينشف في الصوف دغيا. هذه كنصيحه اللي بغى يعملوا كيبقى الاختيار واحد. ايوا قولوا لي بصح بانيو شريت بانيو، هذا بانيو اخيرا شريته شنو اسمه بطبيعه الحال مغسول، وعقمته بالخال ونشفته مزيان. شيتو العظيم بسبات الصوف حيت ما كنت كنجبر فين نخلط الصفوف. عملت فيه حيت جاني داك البانيو شويه صغير، باش خويت هنايا باش بس داك الطحين مع داك القمه مزيان، لان هادشي خصو دلك فواحد الحقيقه. الصفوف كيحتاج يدلك. داكشي قلت لكم الناس المغرب سعداتكم عندكم داك المواكل، كتهزوا القمه ديالكم تمشيو عند العطاره كيطحن لكم وانتم كتشوفوا كلشي على عيناكم. هذا السكر اللي زديت، غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى نحس بداك ديك المكونات دخلت في الطحين مزيان، وانا كنحك بحال اللي كتبسبس. انا جالسه كنهضر معكم زعما كنشرح لكم. شنو اخر كنت غنقول لكم بالنسبه اللي بغى على حسب العسل. قلت لكم من الاحسن ما تجمعوهش بالعسل، دي كنصيحه. اللي بغى يجمعوا بالعسل يجمعوا، وبزيت بيضه كذلك ما كنصحش انكم تجمعوه بزيت بيضه، ماشي صحيه نهائيا، خصوصا الواحد كيسخنا. المهم كتبقى هي الاراء، المهم كل واحد والذوق ديالو. المهم انا كنحترم الاراء د واحد اخر، المهم كنقول انا الراي ديالي. الواحد يحاول ما امكن واحد الحاجه توم حنا عاملين فيه الحاجات مزيانه، عاملين فيه اللوز الجنجله وشحال التمره كضرب فيها، في الاخير غادي تجبر زيت بيضه تخلطو بزيت بيضه. المهم كيبقى القرار كل واحد يخلطو باش ما بغى. المهم انا نعطيكم الطريقه ديالي وكنعطيكم الاراء وكنعطيكم النصائح، اللي بغى يعمل بهم يعمل، اللي ما بغاش كيبقى الاختيار، وكنحترم الاراء د اي واحد. وتبارك الله كل واحد كيجي الصيف ديالو مزيون. انا فقط بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي. انا كنجمع بزيت الزيتون. وكنصيحه اخرى بالنسبه لزيت الزيتون، الا كان المذاق ديالها ماشي مزيون بلا ما تخسروا الصفوف ديالكم في المذاق ديالو، كنصيحه والله. زيت الزيتون خصها تكون زيت الزيتون مزيونه، ويكون المذاق ديالها مزيون يعني حلوه، ماشي يكون شي مذاق ديالها يعني قوي ولا مهم، حيت الزيوت كتختلف. انا الحمد لله عندي واحد الزيت شحال نقول لكم تشربوها وما تحسوش بها، حلوه غزاله ديال المغرب. داكشي انا باش كنخلط بها. اما كما كانش عندي الزيت مزيانه حلوه والله كخوني خلطته بالزبده نوازيت. بالنسبه اللي بغى يخلطوا بالزبده، الزبده ضروري تكون الزبده نوازيت والنوعيه الجيده، وحبذا لو كانت بلديه، الزبده بلديه وترجعوها يعني وطيبوها ترجعوها نوازيت. كيفاش غادي طيبوا الزبده نوازيت؟ كاين جوج الطرق. كاين اللي كيعملها الطيب، كيبقى يزول لها ديك الرغوه حتى كيرجع كيزول لها ديك الرغوه، من بعد كيخليها كطيب على عافيه متوسطه حتى كيرجع اللون ديالها بني شويه، ما تخليوهاش يعاود يرجع بني مغلق، بني مفتوح شويه. كاين اللي كيعملها في هيداك الطيب، ما كيحيدلاش ديك الرغوه، كيخليها كتبقى كتغلي حتى كيرجع اللون ديالها بني، وكيصفيوها من بعد كيستعملوها. صدقوني المذاق ديالها مزيون زبده نوازيت. اذا كنتو غادي تخلطوا فات مع تخلطوا بالزيت بيضه، كنصحكم تخلطوا بالزبده نوازيت. انا حيت راجلي ما كتعجبش الزبده، على داكشي كنخلطوا بزيت الزيتون. انا ديما الصوف ديالي كنخلطوا بزيت الزيتون. تقريبا هذا الصوف ديالي اللي كنعدل انا، ما كنغيرش فيه شي حاجه. صافي من بعد ما كتخلط هاد المكونات،
المهم بعد ما كتبسبسوا مزيان ديك المكونات في الطحين كتخلطوها مزيان، حيت الصفوف كيحتاج الصراحه الله كيحتاج الدرعين تدركوهم مزيان. دابا غادي نضيف الجنجله اللي مطحون في خلط غاليني واللوز اللي بالقشور اللي طحنته، وغادي ندلك مزيان. انا صافي شبرت البانيو نزلته في الارض لان ما جاني عالي فوق الطاوله ما قدرتش. والحاجه ملي كيكونوا مع البانيو عالي يعني ضروري خاص الواحد ياخذ راحته باش يخلط باش يعطيه بونيات. صافي من بعد ما كدلكو مزيان قيستو، كنت جبرتو شويه مسوس، زدت له كنت السكر قلت لكم تخلي فيه كيلو السكر، هذاك السكر ديال فانيلا. واللي بغى يعمل سكر كلاصي يعمل سكر كلاصي، انا فقط كنقول الراي ديالي وصافي. السكر عادي ما تعدلوهاش تقولوا زعما طحنوا السكر عادي وتعدلوه، لا، يا اما السكر كلاصي يا اما كاين في المغرب سعدات، تكون في المغرب عندكم واحد التمر ما عرفتش شنو الاسم ديالو كيقولوا له، يستخرجوا منه السكر ديالو، واحد التمر نسيت الاسم ديالو والله العظيم سعداتكم. انا والله كان نايم تواجد والله حتى نشريه، ولكن يا حسرته. بالنسبه انا الطريقه ديالي دابا غادي نخلطو، غادي نضيف له شويه الزيت، ما غنضيفلوش كميه كامله، انا عملت نسيطرو الزيت وغادي نضيف غير شويه، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات، وغادي نخليه كما قلت لكم غادي نخليه يبات ليله كامله. غادي نغطيه مزيان بالسلوفه ونغطيه بشي مانطيل ولا شي حاجه، نخليه حتى لغدا باش كيزيد يطلق داك الطحين، كيزيد يتشرب القامه، وديك القامه كتزيد تطلق الزيوت ديالها كما كنقولوا بحال اللي كنبيت هو كيتخمر بحال الشكل ديال ديك البويوات اللي عملت معاكم ولا مونيضات، خليته يبات ليله كامله يتخمر وداكشي. ولا غدا عادك باش نضيف له داك كيلو د اللوز اللي مفسخ ومحمر عندي في الفران، دهنته بالزيت ومهرمش، وداك نص كيلو د الجنجلان اللي كنت خليتها هرمشتها حتى هي باش نضيفه حتى لغدا ان شاء الله. عاد غادي نضيفه حتى يبات ليله كامله كيتخمر، هاد القوام هذا كامل يبات كيتخمر. قلت لكم بالنسبه للزيت عاود ديك الساعه نشوف كيفاش واش نزيد له ولا لا، حيت كيبقى على حسب كل واحد كيفاش كيعجبو الصفوف. كاين اللي كيعجبو معلك، كاين اللي كيعجبو ناشف. المهم انا غادي نشوف عيني ميزاني دابا، غنزعم له غير شويه، غير نص ديال النسيترو، وغدا ان شاء الله ملي غادي نكون ملي يبات الصفوف ديالي كيتخمر غدا نشوف ان شاء الله، ويا نزيد يا ما نزيدش. وضروري ما دلكم مزيان هاد الطحين مع هاد المكونات، ضروري كنعاود ناكد عليها، عطيو الدليك. قولوا لي في التعاليق شكون اللي باقي متاخر في حالي ما وجدش. سمحوا لي حيت ملي غادي نضيف الزيت ماشي دابا باقي ما غادي نقدرش نبين هذاك، حيت جيت كنبان ما رضيتش تبان بلي انني كنبان في الكاميرا، ما جبرت كيفاش نعمل باش نحيد المقطع. صافي وحذفتو مره. المهم هنايا غدلك مزيان، هنايا كنت باقا ما ضفت الزيت، فقط هنايا كنت ضفت غير الجنجلان وداك اللوز. صحوا على الصداع كيزم الطريق. هي هيدا باقا ما ضفت الزيت، والله العظيم كنبدا كيطلق لي دم ديالو. وانتم عارفين الصفوف سبحان الله حتى لغدا عاد كيبان لك واش تزيد له ولا ما تزيدلوش. هادشي كنصحكم مره اخرى ما تبقاوش تعملوا لي دم مره واحده، عملوا غير شويه وخليوه حتى لغدا، عاودوا الكواه بحال اللي كيتخمر. ولا غدا ضيفوا له داك اللوز مهرمش اللي غتضيفوا له، واللوز مهرمش علاش ما كنضيفلوش ديك اللوز مهرمش دابا هو داك الجوج، حيت كيموليس مع اليدين، يعني كيكون هو مهرمش ونسينا كدلك كيبقى يقصح في اليد. من الاحسن خليوه حتى الغدا، حتى لاخر مرحله هذا.
هنا كنقول لكم خصكم ديروا لكم مزيان 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 مزيان. وكيف قلت لكم اللي ما بغاش يعمل زيت الزيتون يعمل زبده نوازيط، واللي بغى يعمل العسل كيبقى هذاك الاختيار ديالو. كنت كنتمنى زعما نوجد هادشي قبل ولكن ما كتبش. انا سبحان الله صوف رمضان ما كناكلوش، والله ما كناكلو في رمضان نهائيا. كيجيني يا اما مهم قبل رمضان يا اما مورا رمضان. كنت كنحاول زعما نوجدو قبل رمضان ناكلو قبل رمضان، ساعه ما كتبش كلشي مع المكتب. صبغه الصحه. لكن انا راجلي كياكلو تبارك الله عليه في السحور كيسحر به، وعندي حتى واحد ابني الصغير كيعجب كيحمق عليه. دالكم على راسكم اذا فيكم ما ديركم، عطيو الجهد. هاد التصوير ديال الليل شويه مسلس، ما عندي ما نعمل حيت خلطته بالليل. هاكشي شويه التصوير كيجي ماشي بحال التصوير ديال النهار. هنا ضفت نص الكميه ديال النسيترو، ما عملتش نسيترو كامل، ما غير شويه. وغادي ندلك عاود. صافي وغادي نجمعو، غنعملو بحال شي جبل، وغادي نغطيه بالسلوفان ونغطيه بشي مانطيل نقي ونخليه حتى الغدا ان شاء الله. انا حتى عملته اليوم بالليل، خليته حتى الغدا بالليل، عاود الغدا في العشيه عاد كملت عليه، يعني خليته حتى طلق على خاطره. صدقوني بهذه الطريقه والله العظيم الصوف ديالكم كيزيد يطلق، كتطلق لقامه في بعضياتها، والطحين كيتشرب ديك لقامه، ماشي بحال كتخلط مره واحده كلشي مره واحده ما كتعرفش راسك. انا كانت وقعت لي واحد المره، واحد العام كنت خلط كلشي مره واحده، وعرفت اش غنقول لكم صباح غدا عايم بالزيوتات. صافي هنايا من بعد ما دلكته مزيان صافي جمعته وغطيته بالسلوفان، وغطيت عليه بواحد البانيو ستيتو، عاد غطيت عليه بالمنطيل وخليته. وهنا كتشوفوه مرمل باقي، وفي نفس الوقت كتشد. اذا عملتي لي شي حفنه في يدك وكتشد عليها كتجمع، ولا غدا في الصباح صباح كثار زاد تعلق. نقول لكم تخلي تقريبا نص لتر الزيت فيه، تخلي نص لتر. والسكر كيلو بالحساب. انا ما كتعجبنيش شي حاجه حلوه، انا قلت لكم مع داك السكر المذاق ديالو مزيون وما كيعطيش الحلاوه بزاف. صافي انا غطيته بالسلوفان مزيان، ضروري ما تغطيوه. صافي قلبت عليه واحد بانيو ستيتو، غطيته بالمنطيل وحيدته. هذا اللوز كيلو د اللوز اللي فسختو دهنته بشويه زيت، شي معلقه زيت هيداك، وعملته في الفران يتحمر على عافيه مهيله باش كيتحمر على خاطرو من الداخل، كيجي محمر من الداخل ومن برا. عملت 155 درجه حتى تحمر على خاطرو. هنا كنهرس معكم شي حبه باش تشوفوها. نتوما كتشوفوا كيجي محمر من الداخل. التصوير صراحه بلا ما كيعطيش بعض المرات الحق ديال الحاجه كيف ما كتكون. المهم محمر تبارك الله. هذا نص كيلو د الجنجلال اللي خليت صحيح هيداك هرمشتو غير واحد شويه، طحنتو شي 100% مهرمش عندي. الجنجلال خليت نص كيلو، واللوز خليت كيلو، وفي الخليط عملت كيلو ونص د الجنجلال غاديني، وكيلو ديال اللوز بالقشور. هذا اللوز بعد ما هرمشته كنهرمشو واحد شويه، المهم كنخليه شويه وصافي، ماشي كنهرمشو بزاف. صافي غادي نضيفو ها هو الصفوف ديالنا ما شاء الله.
شفتوا كيطلق زاد تعلق راسو. هكشي قلت لكم من الاحسن الواحد ما يضيفش ليدام اي حاجه، يا الزبده يا هذاك، حتى الغطا عادي يشوف يضيف على القياس صغير، ولا غطا يزيد يضيف هاد المكونات. زاد تعلق تبارك الله. نتوما شفتوا البارح كان بس زاد طلق ليدام ديالو. غادي نعاود نفسخو وندلكو مزيان. عاد ديك الساعه غادي نضيف له واحد شويه الزيت. انا قلت لكم تخليه تقريبا نسيطرو. شفتوا معلق هو هيدا. كاين اللي كيعجبو غير هيدا بلا ما يزيد له. انا كيسما زديت له شويه، بغيتو معلق غير شويه وصافي. انا ماشي عاود ديك التعليكه كيف ما كتعرفوا. اما اللي كيعجبو يكون ماشي معلق بزاف هيدا كافي، ماشي تنسيطرو الزيت، غير نص الكميه ديالو دخلت ليه فيه صافي. غادي نفسخو مزيان مع بعضياتو باش نضيف له الزيت وندلكو عاو مزيان. غنضيف له غير شويه الزيت وندلك مزيان. شفتوا راه اصلا بلا ما ضفتلوش الزيت ومعلق. ساعات غنضيف له ديك الجنجلان وداك اللوز، عاود نخلط مزيان وصافي. هو السوف ديالي واجد. فاش غنضيف الزيت هنايا للاسف ما غادي نصورش وانا كندركو، ماشي ما نصورش، صورت وانا كندركو، ولكن ما رديتش البال بلي انني كنبان في الكاميرا. قلت لكم ما قدرتش نخلي داك الفيديو هذاك اللي جيت فيه كنبان صافي. المهم طريقه مفهومه. من بعد ما دلكتو دابا هيدا زديت شويه الزيت على حسب كيف بغيتو انا، ودلكتو مزيان. عاد ضفت داك اللوز والجنجله اللي احتفظت بهم. هنا كنوريكم زيت الزيتون زديت غير شويه. انا قلت لكم تخلي تقريبا سيترو ماشي كامله كتزيد في هاد الصفوف. احنا كنقولوا الصفوف، كاين اللي كيقول سلو، كاين اللي كيقول الزميطه، كل واحد كيفاش كيقول. حنا الزميطه كنقولوها ال عرفتي واش غتعرفوني ولا لا؟ الزميطه حنا كنقولوها لواحد بالشعير كيطحنوها مزيان. كنا كنسيسيو فيها كرموس، داك الكرموس الباكور، وهذاك كيكون هيداك باقي خضار كنسيسيو فيها. داك حنا كنقولوا الزميطه. سبحان الله كل واحد واللغه ديالو. اما حنا كنقولوا الصفوف. صافي من بعد ما ضفت الزيت ودلكت مزيان صافي كتبقى هذه اخر مرحله، اللوز والجنجلان. كنضيفو عاود كنخلط مزيان باش كنسجم المكونات مزيان. كيف قلت لكم علاش ما كنعملش انا اللوز والجنجلان معاه في الاول، حيت كيكون مهرمج وملي كتذوق قدد لك كيبقى يقصح في اليدين. خير ما هو كنخليه هو الاخرين. صافي هنا الصوف ديالي واجد تبارك الله ما شاء الله، جا معلق. واخا ما عملتلوش يدم بزاف، انا ما كيعجبني، المهم ما كيعجبناش يعاود يدم بزاف صافي. وغادي نحتفظ به كل واحد فاش كيحتفظ به. كاين اللي كيعدلو كاين اللي كيعدلو في النبيره سي، ولكن دابا الحال شويه بارد. كاين اللي كيعدلو في النبيره، هذاك الا كانت سخانه كنظن. عرفتو كيطيح الكتفين والله العظيم. ملي كتبقاو دركو هيدا كيطيح الكتفين. صافي هذا هو الصفوف ديالنا. هذا غير تزيين وصافي. عندكم يقول لكم عقلكم كنزلوا هيدا، انايا كنزلوا في الطبسيل عادي بحال عباد الله. هذا نتوما عارفين غير البريستيج ديال التصوير وصافي. هذا هو الصفوف اللي حضرت معكم بالطريقه ديالي. نتمنى ينال اعجابكم وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، وتجربوه شي نهار ان شاء الله. واخا ماشي هذا العام، العام الجاي ماشي ضروري الصفوف نعدلوها من العام لعام. وصراحه الله داك النقا ديالو هو اللي كيجعلنا نعدلوه من العام لعام. نتوما كتشوفوا كيفاش كيجي معلق. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم من القلب الخالص على التشجيع ديالكم، والى فيديوهات مقبله. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.